السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا امي؟ وتعيش وتفتكر ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يجعله في احسن مكان. ربنا يكرمك يا رب، ومتشكرين لكم ومتشكرين على تعبكم معانا لا، والله، ده وبنشكر اقل واجب، لنا. اقل واجب لابناء بورسعيد في الذكرى، ماشي. في هذه الذكرى. ربنا يخليك يا رب، يا ربنا انا يخليك، الحمد لله. عايزك تحكي لي بقى الذكريات عدت عليك ازاي، والايام اللي فاتت دي كلها عدت عليك ازاي؟ والله يا السنة مرت علينا بالحزن والأسى وإن حق أولادنا ما كانش جاي، ولغاية دلوقتي إحنا لغاية دلوقتي بنطلب بالقصاص العادل لأولادنا، وبنطلب إن هو يطلع لهم قرار شهيد زيهم زي محمد محمود، زي شهداء مصر كلهم. هو يمكن قرار الشهداء ده يا امي كمان يعني محافظ بورسعيد بالفعل اتخذ قرارات سريعه خلال الساعات الماضيه، بيحاول ان هو فعلا يضم اسماء شهداء بورسعيد وشهداء الثوره. يا رب ان شاء الله كده القرار ده يجي بالخير الفتره الجايه. وعايز اقول لك برضه واطمنك ان ما معنى ان ميدان يتعمل في شارع في بورسعيد ويتسمى ميدان شهداء، فبالتالي ان شاء الله القرار الرسمي هيجي الايام الجايه. الحمد لله هو عمل ميدان، هو ميدان الشهداء وفيه الاسامي، وعمل زي نصب تذكاري. واحنا بنشكر اللي هو سماح قنديل برضه على تعبه معانا، وبنشكر الفريق برضه عبد الفتاح السيسي. بس عايزين الاكثر، عايزين القصاص لاولادنا، وعايزين ان هم يطلع لهم قرار من رئاسه الجمهوريه ان هم شهداء زيهم زي شهداء محمد محمود، زي شهداء مصر، زي الشهداء كلهم. انا عايز اخد منك كده، يعني ارجع بيك للذكريات، وعايزك تقولي لي الصفات الحسنه اللي كانت عند بلال. يعني بلال، حادثه وفاه بلال، حادثه وفاه بلال كانت بسبب العقوبات اللي هي كانت جت على النادي المصري، والنادي المصري درجه ثانيه. طبعا انت عارف شعب بورسعيد بيحب النادي المصري قد ايه، ومعتز بيه، فقاموا بثوره. يعني الناس كانت اتجمعوا مع بعض، اتجمعوا على الاسم، واتجمعوا كلهم مع بعض في النصب التذكاري. تمام. هو يعني معاهم في النصب التذكاري الحمد لله. وفي نفس الوقت ده بشكر سياده اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد السابق، بشكره شكر عميق جدا، لان هو اللي وقف جنبي في موضوع بلال، وهو ضمه على شهداء بورسعيد، ضمه على شهداء 26 27 28، عشان ده اول شهيد كان في بورسعيد. انا عايزك يا امي، عايزك تحكي لي بقى، عايزك تحكي لي بلال لما كان موجود معاك، يعني كان ابرز اللي بيعملوا ايه، او يعني الحاجه اللي كان بيحبها دايما. بلال لما توفى كان عنده 16 سنه، طالب ازهري في معهد بورسعيد الازهري، كان حافظ القران، في معهد بورسعيد الازهري، وكان حافظ القران، كان عنده 16 سنه، كان في ثالثه اعدادي، وكان طالب متميز بشهاده مدرسينه له لما توفى، وشهاده زمايله وشهاده اصحابه، وكان مش قادر اقول لك نعم الابن البار والله، وبحلف بالله وربنا هيحاسبني. وكان بيصوم اثنين وخميس معايا، ويصوم الثلاث ايام القمريه. وحشك بلال يا امي؟ بلال وحشك جدا جدا، مش قادره اقول لك وحشني قد ايه، بس انا ما يعني بقول مش عايزه اغضبك يا رب، عشان بحتسبه عندك من الشهداء وفي الجنه. بس هو وحشني 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 وحشني، كفايه ان انا افتح الدولاب كده واقعد احضن في القميص بتاعه، واحضن في هدومه، واقول له وحشتني يا بلال. برتاح شويه بنفسيتي، بتتعب بس برتاح برضه. اصحابه وزمايله وكمان مشجعي النادي المصري لما بيجوا عند البيت عندكم وبيروحوا يهتفوا باسم بلال وبيهتفوا باسم الشهداء كلهم، حاسه ان في تواصل، وان بلال ذكراه خالده، ذكراه يعني عارف، حتى زمايله برضه والله بتوع المعهد بيجوا بيزوروني، وبيجوا لي كل جمعه، زملاته لغايه دلوقتي بيجوا يزوروني كل جمعه، وبيروحوا يزوروه برضه. يعني الحمد لله زمايله مش سايبينه، لان كل الناس بتحب بلال. لو شفت جنازه بلال دي كان شكلها ايه، تقول كنا موجودين فيها يا ماما، وكنا من الناس برضو اللي جنب بلال، وربنا يرحمه يا رب ان شاء الله، ونحتسبه عند الله شهيد. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ما تحرمش منك ابدا. ربنا يخليك يا رب ان شاء الله. تسلم. يا رب يخليك يا ماما. ربنا يخليك يا رب، ومتشكرين جدا على تعبكم معانا والله. احنا جنبكم دايما، لان احنا صوت بورسعيد، وصوت يعني مش عايز اقول لك ان احنا خلاص بقينا بنتواصل دايما مع ابناء بورسعيد علشان نوصل صوت البورسعيديه في كل مكان. متشكرين جدا على تعبكم والله، ربنا يخليك يا رب. عفوا. شكرا.